أمي بعدا أول حاجة دارتها فرشات العرام ديال الملحة الحية، خداتها دقاتها مزيان مزيان وفرشاتها في الأرض، قالت لي راه بنيتي دوك الحوايج كاملين اللي عندك. قلت لها أمي بغيت نعرف أنا شنو درت في هاد السيدة. لا بنتي راه عمتك مضاربة راسها مع راسها، ما كتحملنيش وما كتحملش الجيران وما كتحملش اللي كيكون حسن منها، ولا اللي بيضة ولا اللي لابسة شي لبسة مزيان، ما كتحملش اللي تخرج قبل منها، ما كتحملش اللي تزوج بنتها قبل من بناتها. أنا فاطمة شخصيا كتخاصمي معايا اليوم ترجعي غدا تهضري معايا كنسى كلشي. يقدر انت كتخطي ليا وانا غاديه معاك بنيتي، انا تقدر دار بيا، وكاينين بحالي الناس بزاف، وكاين شي نوع واخا كتصالحي معاه كيبقى شاد معاك الضيد، هو يا راه كيضحك لك في وجهك حبيبه مات حبيبه، ولكن مورا ظهرك كيخطط لك ورد معاك البال ويبقى كيضر فيك. راه حشومه الانسان الا سمحتوا ليه سمحوا ليه من نيتكم، والانسان الا كتهضري معاه من نيتك، والانسان شفتي عليه شي حاجه ولا ما كتحملش تجنبيه، حاولي ما امكن تجنبيه، ما تهضريش معاه وضربي عليه من الاحسن ولا تضريه. وحتى نتوما بغيتكم تاخذوا العبره من هاد القصص، يعني الثقه ما بقاش في هاد الزمان، واللي بغى يعاود قصتو يا اما اللي العبره يا اما عنده شي مشكل ولا غتهبط الاول تعليق غتلقى فيه اللين الانستغرام غتبرك عليه غيديك الانستغرام، ولا ما عرفتيش الطريقه غادي يدخل الانستغرام غادي دير علمو فاطمه، غيطلع لك البروفيل نفس اليوتيوب، غتدخل وغتخلي ليا صوتك مسرد فيه القصه، انا غنحكيها على لساني ونشاركها معكم في القناه. اهلا وسهلا، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم اطيب الصحه، تكونوا بخير وعلى خير، ونقول لكم عواشركم مبروكه. شكرا الناس اللي تفاعلوا مع الفيديو اللي قبل من هذا، وشكرا الناس اللي حطوا لي الكومونتيرات، وشكرا لكم بزاف بزاف، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات، والناس اللي داروا جيم والناس اللي داروا لي اشتراك في القناه والناس اللي شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، شكرا لكم بزاف بزاف. والله الا انا كنكون فرحانه ملي كنلقاكم كتفرجوا ليا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وكتشوفوا ليا الاشارات وكتفاعلوا مع الفيديو، وكنقول لكم شكرا، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات. وغنقولوا بسم الله وغنشارك معكم القصه اليوم. السلام عليكم، انا سميتي حفيظه، انا من واحد العائله متوسطه، وعندي اختي صغيره عليا ب6 سنين. الحمد لله عايشين هانيين، ما خاصنا حتى خير. والدينا داروا معنا الواجب ان يقيدونا في المدرسه كنقراو وتبعوا معنا الدروس ديالنا، حتى لواحد النهار من وصلت للكليه. الماده اللي تابعاها ما كايناش في ديك المدينه فين ساكنين والديا، يعني ديك الماده كاينه في مدينه اخرى، وديك المدينه اخرى ساكنه فيها عمتي. وديما كنكون غاديه جايه في الترونسبور، حتى لواحد النهار قالت لي الوالده علاش غادي تكوني غاديه جايه، فسيري عند عمتك وجلسي عندها. النهار اللي تكون عندك القرايه نهار تابع خوه باتي عند عمتك، النهار اللي كتكون عندك يومين لا ولا نهار لا جي للدار. يعني ديك المدينه فين متبعه قرايتي بعيده على دارنا تقريبا بواحد 120 كيلومتر. وقالت لي الوالده بنتي غادي نوصيك واحد الوصيه. قلت لها شنو الوالده؟ قالت لي شوف بنتي، انا وعمتك كنا ما كنتفاهموش في صغرنا، النهار اللي خداني باك كنت ساكنه مع جدك وجدك، فكنت ما كنتفاهمش مع عاد عمتك، كون لقات السم تعطيه ليا. فانت دابا سيري عندها الا لاحظتيها ماشي حتى لهي ولا لاحظتي فيها شي تعامل ماشي هو هذاك، يعني اجي لداركم. مربنا غادي تكون تبدلات من ديك الساعه لدابا. قلت لها ويلي امي عمتي كتجي عندنا وكنمشيو عندها. قالت لي انا غير قلت لك بغيت ننصحك وصافي، يعني الا شفتي شي حاجه ماشي هي هذيك ولا لاحظتي شي حاجه ماشي طبيعيه انا راه وصيتك وديري كلشي في بالك، وديك عمتك انا راه ما كتحملنيش. قلت لها واخا امي غير كوني هانيه غادي نرد البال. صافي جمعت حويجاتي وجمعت صاكي، جمعت داكشي اللي غنخليه عند عمتي، وشي حويجات غنديهم معايا، يعني ما غاديش ندي كلشي، ديت معايا غير الساك الصغير. والنهار اللي غادي تكون عندي الزياره في الكليه، يعني القرايه ما غاديش تكون يوميا، النهار اللي غادي تكون عندي راه غادي نبات عند عمتي، النهار اللي ما غاديش تكون عندي نهبط لدارنا. يعني مشيت لقيت عمتي عادي ما قالت لي حتى حاجه، وكتعامل معايا كيف ما كتعامل مع ولادها. با مسكين كل مره كيعيط عليا كيقول لي ياك ما كاينه شي حاجه بنتي، كنقول ليه لا با، كيقول لي دوزي لي عمتك، كندوز ليه عمتي كيهضر معاها كيقول لها ياك ما خصاتك شي حاجه نتقداها ونجيبها ليك، كتقول لها ويلا خويا واش كاين هادشي بيناتنا؟ هادشي ما كاينش بيناتنا، بنتك هي بنتي، بنتك كتمشي للكليه كتقرا وكترجع، وهي عندها 3 د البنات ما قاريينش، هما جالسين غير في الدار ولا كيخرجوا كيدوروا. حتى هادوك البنات كانوا كيتعاملوا معايا مزيان، كنقول علاش امي كتظلم هاد عمتي، علاش كتظلم بناتها؟ هاد عمتي ما عمرني شفت منها شي حاجه، زعما داكشي اللي قالت لي امي دايره في بالو ورده بالو، زعما واش غنشوف شي حاجه ولا واش غنشوف من عمتي شي ردات فيه، ولكن ما عمرني لاحظت منها شي حاجه خايبه. ايوا بقيت على هاد الحال، مره كنمشي لدارنا مره كنبات عند عمتي، ايوا مشاو ليام وجاو ليام،
تفات عام ورجعت لدارنا. طال واحد النهار جات عندنا عمتي، كنخرجوا وكنضحكوا وكنخرج حتى مع بناتها، وانا نجحت في هذاك العام الاول. العام الثاني قالت لي عمتي شوفي راه بيتك موجود وحتى واحد ما غيقرب ليك، كما دوزتي داك العام اللي فات ان شاء الله دوزي حتى هذا العام وتخرجي وتخدمي. وتبقاي تعاودي راه انا مشيت عند عمتي وقريت عندها وتخرجت. قلت لها ويلا عمتي انت راه بحال امي. عام تاني بدات عاوتاني القرايه ومشيت عند عمتي. قلت زعما عمتي عادي بحال داك العام بحال هاد العام. وداك البيت اللي كنعس فيه كينعسوا معايا فيه بناتها، وداك البيت فيه غير جوج ناموسيات. وعمتي داك العام زادت الناموسيه دارت 3، والناموسيه ديالتي كتقول لبناتها ما تقربوش ليها. ظلمتها ليا ودارت ليا المخده ودارت يعني قدتها ليا كتقول لهم ما تمشيوش تروحوا فوق الناموسيه ديالتها وما تقربوش الناموسيه ديالتها. وانا كنقولها ويلي انا شحال عزيزه على عمتي. ايوا بدات القرايه سيره نهار جا نهار حتى لواحد النهار ما قريتش. قلت غادي نصبن حوايجي ونصلح الحوايج اللي بغيت نصلح ونسوس الماريو ونطوي الحوايج ونرد كلشي بلاصتو. يعني الوقت اللي كتكون عندي القرايه كنمشي كنقرا ما كتبقاش عندي الوقت لا لتصليح الحوايج لا للطويان لا للتصبين لا حتى من ناموسيتي نقادها. قلت غادي نقاد ناموسيتي يعني ونقاد حوايجي ونصبنهم ونسرحهم. يعني النهار اللي تكون عندي عاوتاني القرايه يعني كيبقاو حوايجي مرتبين وكلشي مرتب وكلشي مستف. وداك النهار اللي صبنتو في الماكينه كنشرو وكندخل للبيت وكنجمع. من بعد ملي كينشف داكشي اللي في النشار كنجمعو وكنهبطو وكنطوي وكنرد يعني البلاكار. واحد شويه رجعت للمضربه كنسرح فيها وبدل لها لوزره وجبت المخده بغيت نبدل لها داك الغلاف الفوقاني يعني الجبل. ملي درت هكا كنقيس في داك الغشا الدخلاني كنلقى شي حاجه قاصحه. يعني ديك الساعه انا بوحدي في البيت. المهم ملي جيت كنقيس في داك الغشا كنلقى فيه شي حاجه قاصحه. جيت نقلب على السرسله قلت بلاتي نكون متاكده. يعني شديت داك الغشا ديال المخده بقيت كنبرك عليه كنبرك مزيان لقيت داك الشي قاصح داك الشي. قلت بلاتي نقولوا لعمتي واحد شويه تقول طن في راسي. فكرت داك النهار فاش وصاتني الوالده قلت لا ما خصنيش نقولها ليها. وبديت كنقضي في حوايج اخرين ولكن ديك المخده باقي ليا في بالي. ديك المخده راه ما فيهاش السرسله يعني داك الغشا ما فيهش السرسله. باش نحل نشوف داك القطن اشنو فيه. وانا ديك الوقت فاش كنت كنرطب في الحوايج وكنقاد مركزه فين غادي نلقى المقص. صافي مشيت خديت المقص وخديت داك الغشا ديال المخده ومركزه لا يشوفني شي حد. وبديت كنقطع يعني قطعت غير فتحه صغيره فين غنخشي صباعي وجبت داك الشيء وكنلقى المقلبه تقريبا شحال نقول لكم وفيها العقادي كاع معقده. خديت ديك القنبه اللي كلها معقوده فيها 4 العقادي حطيتها في الارض وخشيت يديا باقي كنقلب ياك ما كاينه شي حاجه وكنلقى شي حاجه مربعه وملوي عليها شكوتش. ربيت هزيت داك الغشا خشيتو في المخده ورديت المخده ما خيطتها ما والو. يعني ديك الفتحه اللي درت راه صغيره. كنفكر فين غادي ندير داكشي اللي لقيت عندي في المخده. كنفكر حتى عييت وانا نمشي هزيت هذا الصك اللي كنهز معايا دائما للمدرسه وحتى لدارنا واحد الصك صغير وطرفت فيه داكشي. هزيت واحد العبايه كانت محلوله فيها واحد الطرف ديتها لعمتي قلت لها عمتي عطي لي الخيط والبرا بغيت نخيط هاد العبايه. قالت لي واخا. قالت لها انت ديريها بالماكينه غادي تمشي تعطي الخياطه 2 دراهم وتخيط لك داك الشويه. قلت لها لا لا عمتي غادي نخيطها غير بيديا. مشيت دخلت للبيت درت راسي راه كنخيط ديك العبايه. شفت هكا ما بان ليا حد وجبت هذاك الغشا ديال المخده بالزربه وخيطته. وليت مركزه مع داك الخيط اللي فيه دوك 4 العقادي اشنا هي المعنى ديالو وعلاش بالضبط كاين في المخده ديالتي. وهذيك الورقه اللي متنيه على 4 وصغيره بحال شي كتيب ملوي عليها شكوتش اشنو فيها حتى هي. كنقول لها عمتي سحرات ليا عمتي دارت ليا شي حاجه. قالت لي طن في راسي قلت داكشي اللي كانت كتقول لي امي هو هذا. والمهم جمعت حوايجي وصلحت داكشي اللي غيصلح وقديت المضربه ديالتي وقديت كلشي وطرفت كلشي ولبست حوايجي. قلت لعمتي غادي نخرج نضرب دوره وغنرجع. ملي خرجت لبرا عيطت على امي قلت لها امي. قالت لي نعم بنتي. قلت لها عمتي. قالت لي مال عمتك. قالت لها عيرتك دارت لك شي حاجه. قلت لها امي تصنتي ليا هكا في عمتي دايره ليا السحر. قالت لي ويلا بنتي عمتك ما كتحملنيش انا ماشي انتي. اليوم امي ما قريتش. قالت لي علاش ما جيتيش. قلت لها امي تصنتي ليا. قلت اليوم ما قريتش غادي نوض نصلح حويجاتي ونصبن حوايجي ونطرف المضربه ديالتي ونطرف البلاكار ديالي. بغيت عمتي تقول هاد السيده معفونه يعني ما كطرف حوايجها ما كتجمع بلاصتها. بغيت نقاد بلاصتو ونطرف يعني
مضربه ديالتي ونبدلها لوزرون ونصبنهم. ملي جيت امي نبدل الجوا اللغشه ديال المخده كنقيس فيها شي حاجه قاصحه. اللي حليتها الوالده لقيت فيها القنبه معقده على 4 د الخطرات فيها 4 د العكادي، ولقيت فيها واحد الورقه مطويه مزيان وملوي عليها شكوتش. الوالده كتقولها ويلي بنت الحرام السم اللي فيها. قلت لها امي اسكتي خليني نكمل لك الهضره. قلت لها واش تقدر عمتي دير ليا شي حاجه؟ قالت لي ديرها بنت الحرام، ديرها مسخوطه ديرها حيت هي كتموت على التشعويد. قلت لها امي دابا غتهزي حوايجك تجي. لا امي ما بغيناش الشوهه، ما بغيناش البلبله، ما بغيناش نسيق عمتي الخبر وتكبر الموضوع. هذا الموضوع يبقى بيناتنا امي وما يسيق ليه حد الخبر. قالت لي هيها بنيتي. قالت لي اليوم تجي. قلت لها لا امي ما غايش نجي اليوم حتى الغدا ونجي. صافي رجعت للدار بديت كنجمع في الحوايج كنجمع في كل شيء. قالت لي عمتي مالكي؟ شوف يا عمتي بغيت نمشي للدار هاد العام، ما حامله قرايه ما حامله الدراسه وما عندي القنا اللي يمشي مازال لديك الكليه. خاصني دابا نمشي للدار ونجلس واحد 4 ايام ولا 5 ايام. قالت لها ويلا بنتي تمشي لداركم وتخلي القرايه؟ قالت لي هاد السيمانه زعما راه قلتي لي عندك الفروض. قلت لها عمتي غير خليني. المهم جمعت حوايجي. قالت لي عمتي ياك بنتي ما عيرك شي حد، ياك ما تقلقتي مني، ياك بناتي ما قالوا لك شي حاجه؟ قلت لها ويلا عمتي كل شيء بخير وما عمرني شفت فيكم شي حاجه خايبه. بناتك الله يعمرها دار وحتى انت راه بحال امي. انا عمتي ما بقيش حامله هاد الدراسه وما بقيش حامله ديك الكليه نمشي ليها. انا ما عرفت مالي، ضرني راسي وكتافي راقدين عليا وليت كنتشكى عليها. قالت لي واخا بنيتي انت وخاطرك. قالت لها غير 4 ايام ولا 5 ايام من بعد غادي تجي؟ قلت لها ها عمتها راه واحد 4 ايام ولا 5 ايام غادي نرجع. قالت لي صافا بنيتي صافا بنتي سلمي لي على امك وسلمي لي على وقولي لي عمتي راه مهليه فيا شنو كدير ليا عمتي، ولا مخصتك شي حاجه بنيتي قوليها لي دابا نحضرها لك بلا ما تعودي تطلبي من عند باك الفلوس ولا شي حاجه. خصتك شي حاجه قوليها لي. قلت لها يا عمتي خيرك راه سابق وعارفه شنو كاين. انا نط وكنجمع في حوايجي وكنقول لها ويلي على عمتي ضرني. ما يمكنش عمتي غضرني وانا بحالي بحال بناتها وانا بنت خوها. وهذا الشيء راه كنقولو في خاطري. وبديت كنجمع في حوايجي. الغد هزيت باليزي وهزيت صنادلي وهزيت كلشي ما خليت ليها حتى شي حاجه في الدار. بينت ليها بانني ما غاديش نرجع مره اخرى، حيت ملي كنت كنمشي كنهزها شي حاجه وقال لي خفيفه بيجامه جوج بيجامات جوج صنادل والسبرديله وكنخلي كلشي الباقي. ولكن هاد المره جمعت كلشي تقلب على الزغبه ديالتي ما غايش تلقاها. وداكشي اللي لقيت في ديك المخده درتو عندي في الصاك. وديك القنبه ديك العكادي راه مزيرين لدرجه ميتين. ديك العكادي مزيرين بزاف. وداك الحجاب باين عليه راه ديال الفقهاء ملوي عليه الشكوتش. وانا ملي هزيت الصاك خالعني داكشي، يعني هزيت حوايجي هزيت كلشي غاديه للدار. اللي غاديه في الكار كنفكر كنقولها ويلي عمتي بغات تسطيني، عمتي بغات تخرج عليا، عمتي بغات تقتلني، عمتي بغات توكلني، عمتي بغات تنتقم من امي، تنتقم من امي مني. اويلي عمتي دير ليها. صافي دخلني الوسواس وبقيت كنوسوس في عقلي. المهم كنت غادا ووليت كنحربق في عقلي حتى وصلت للدار. لقيت با ولقيت اختي اللي صغيره مني. ملي دخلت امي غمزاتني قالت لي اسكتي. شاف با الشنطه وشاف حوايجي قال لي يا بنتي ياك ما كاين باس؟ قلت ليه لا با ما كاين باس الحمد لله انا غادي نكمل قرايتي هنا. قال لي ويلي بنتي ياك قلتي لينا غادي تكملي يعني في ديك الماده الفلانيه ما بقيتش بغيتي ديك الماده وما بقيتش غادي تكملي فيها ولا شنو؟ قلت ليه لا با الماده ما جابت لياش واخا نجحت فيها غنعاود كلشي من اول وجديد. يعني انا غادي نغير الماده وغادي نغير كلشي على قبل هادشي اللي طرا ليا بيني وبين عمتي. وليت كنهضر مع با غير في القرايه. ما عجبنيش الحال لا كذا لا كذا لا كذا. قال ياك عمتك ما قلقاتكش ولا انت ما مولفاش عند عمتك؟ الا ما عجبكش الحال عند عمتك نبقى نخلص عليك تكوني غاديه وجايه. قلت ليه طابا خليني حتى نرتاح ونشوف اش غندير. كنقول بيني وبين خاطري خصني ندير مستحيل ما باقيش نرجع عند عمتي لدرجه واخا نحبس حتى من القرايه والمهم ما نرجعش عندها. المهم بديت كندور الهضره انا وبا. با ناض مشى للخدمه، اختي مشات للمدرسه. صافي تعزلت انا وامي. عاد قالت لي امي ارا يا بنيتي نشوف داكشي اللي قلتي لي. امي بعدا اول حاجه دارتها فرشات العرام ديال الملحه الحيه، خداتها دقاتها مزيان وفرشاتها في الارض. قالت لي ارا بنيتي دوك الحوايج كاملين اللي عندك. كتهز الحوايج من الشنطه كتخلطهم في ديك الملحه وتبكي كتقول ضريتيني انا وبغيتي تضري ليا حتى البنت. اش من عار درت فيك؟ كتهضر مع عمتي وعمتي ما معناش غير انا وامي في الدار.
وكتفك في دوك الحوايج. قالت لي بنتي الحاجه اللي ما عندك غرض غير نوحيها، والحاجه اللي عندك فيها الغرض نوضوا نغسلوها بالماء والفاسوخ والملحه كي غنديروا دابا حنا في هاد الحريره ديالتك. قلت لها امي بغيت نعرف انا شنو درت في هاد السيده. لا بنتي راه عمتك مضاربه راسها مع راسها، ما كتحملنيش وما كتحملش الجيران وما كتحملش اللي كيكون حسن منها، ولا اللي بيضه ولا اللي لابسه شي لبسه مزيان، ما كتحملش اللي تخرج قبل منها، ما كتحملش اللي تزوج بنتها قبل من بناتها، وما كتحملش شي وحده تكون عندها البنت كتقرا وبناتها ما قاريينش وهي هكاك دايره. لا ودابا امي شنو غنديروا؟ قالت لي انت ما باقيش غايه ترجعي عندها وحنا ما غايش نبينوا راكي عقدتي بها. وحتى داكشي ديال المخده عاودتو لامي من طقطق حتى السلام عليكم. قلت لها راه حتى من المخده خيطتها ورجعتها كما هي، والمهم انا ما بينتش ليها ما خليتش داكشي مشرك. وجلسنا انا وامي ومضاربين مع دوك العقادي ما بغاوش يتفكوا اكثر من ساعتين، حيت اللي كان دار ليا في دوك العقدات خصنا نحلوهم مضاربين معاهم انا وامي اكثر من ساعتين، كانوا مزيرين وعاقدين مزيان والعقده ميت عليهم. وبدينا كنفكوا انا وامي في ديك العقدات، كنقول فكينا ما فكيناش ومضاربين معاهم. وحتى داك الشكوتش اللي ملوي على ديك الورقه قطعته امي بالمقص وخشاتو في الشيمه، ما عرفتش هذاك الشيء دارت فيه هي الله يعرفها، ما عرفت دايره فيه شي حاجه ديال التفسيخه. ومهم فسخات كل شيء صافي. ملي خشات هذاك الشيء كامل في داك الماء وسدات عليه، قالت لي دابا غادي نوضوا نقلبوا دوك الحوايج ديالك حتى الغدا غادي نوضوا نجريو ونجاريو. ياك غنديروا امي دابا في قرايتي؟ قالت لي امي شوفي يا بنيتي قرايتك غادي تكمليها هاد العام، غادي تكمليه باش ما كان غنخلص عليك وباك حتى هو غادي يخلص عليك حتى تكملي هاد العام حتى العام الجاي ونشوفوا شنو غنديروا. وليت كندير الترونسبور كنمشي وكنجي. واحد النهار قالت لي امي خصنا نمشيو نشوفوا عند شي حد يورينا الطريقه باش غادي نفسخوا يعني داكشي اللي درت في ديك القرعه. داكشي اللي درت فيه يعني داك الشكوتش اللي فيه ديك الورقه وديك الخيط، داك الخيط اللي كان معقد. قالت لي غنمشيو نشوفوا شي حد يورينا الطريقه باش غنفسخوه، حيت هي كانت باقي مطرفه ومخبيه. وامي كانت كتخلص عليا وبا كان كيخلص عليا، كنمشي في الترونسبور وكنجي. والدروس ما كنحضرش ليهم ديما، البنات كيصيفطوا ليا الدروس في الواتساب وكنديرهم في الدار، انا ناعسه وكندير الدروس ديالي. والحوايج كاملين هزيتهم غسلتهم بالماء والملحه. قلت لكم حتى عفت دوك الحوايج، قلت كون غير هزيتهم ونحتهم. عفت دوك الحوايج وعفت داك الملحه وداك التفوسيخه باش كنت كنمسح السبرديل والحوايج والباليزه، عفت داكشي قلت كون غير هزيتو ونحتو. حتى وليت انا مسطيه فين ما كندور كناخذ داك الماء وكنديرو في ديك الكتان كنبقى نمسح به. والمهم عمتي بحال الا عاقت ولات عارفه كنمشي وكنجي وما كنمشيش عندها. سيريا الايام وجيا الايام حتى لواحد النهار قالت عمتي لراجليها يلاه نمشيو عندهم. هزات بناتها وجات عندنا، ما عرفنا حتى كنسمعوا الدقان في الباب. حليت الباب وانا نلقى عمتي، قالت لي كي دايرين لاباس عليكم الصحه هانيه؟ دايره بحال ما كاين والو في بالها. انا قلت مع راسي السيده جات بحال بغات تعرف شنو كاين شنو واقع. امي قالت لي ضربي الطم، لا بينا ليها راه كاينه شي حاجه غادي تنوض تقلب على حوايج اخرين كثار من هذاك الشيء اللي دارت ليك. الا كانت متاكده داك الفيلم راه دايره وحنا عارفين غادي تصدق دير كثر. حنايا ما نبينوش ليها راه حنا عقنا، غير غنبينوا ليها غادي تمشي عند فقيه اخر تخدم لينا خدمه اخرى. خلينا بحال هكا. رحبت بها امي وطيبت ليها كل شيء، بالعكس زارت ليها الدبل من داكشي اللي مولفه كديروا ليها. وضحك مع عمتي وتنشط مع عمتي، خدمات الموسيقى وناضت هي وعمتي يشطحوا تقول لها حبيبه مات حبيبه. امي ما بينات ليها والو، حنا خليناها يعني ما شكينا فيها وراه ما كاين والو. قالت لها مالك يا بنت خويا؟ قلت لها لا عمتي ما كاين والو، كنمشي غير مره في شحال القرايه هاد العام ما كايناش، وثانيه كملت في هاد الكليه اللي حدانا. والمهم زقيت عمتي ومشات عمتي مرتاحه باننا حنا ما عقناش بها، حنا خفنا تنوض غير دير لنا فين مخور. حتى لواحد النهار مشات امي داتني عند واحد الفقيه، والفقيه دخلنا عنده بديت كنعاود ليه من الاول حتى الاخر. قال لي شوفي بنتي راه السيده دارت لك الثقاف، عمرك ما تشوفي الراجل وعمرك ما تزوجي وعمرك حتى من الخدمه ما غاديش تخدمي. هذوك الثقافات اللي دارت لك في هذيك القنبه يعني ما تخدمي ما تزوجي ما ديري حتى شي حاجه في حياتك، كلشي يكون مثقف عليك. اي باب بغيتي تدقيه ولا اي باب بغيتي تحل عليك غيكون مسدود على وجهك. هذوك الثقافات يعني ديال الخدمه ديال القرايه وديال ديال 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 بزاف ديال الاحلام ديالك في المستقبل كلشي غيتسدوا عليك البيبان. لا ويلا الفقيه قال لي هذا الشيء اللي كاينه بنتي، وديك القرعه راه ديناها ليه يعني اللي فيها داك الخيط وفيها داك الكتيب. يا بنتي هاد الشيء راه كامل غير الثقافات اللي دارت لك غادي تولي غير بوحدك وما تقدري ديري حتى شي حاجه. قلت لي واخا درناهم في الماء والملحه. شوفي بنتي دابا انت غير تهنايا انا غادي نقاد الامور.
في الفقيه خدم ليها شي حجابات، خدم ليها شي حوايج، قال لي هاكي صايبيهم وفسخي بهم راسك. أنا واخا صايب ليا الفقيه هذاك الشي، مشيت عند وحدة أخرى، وهاديك الشوافة حتى هي قالت ليها عومي وما خلات ما قالت ليها ديريه. صافي رجعت للدار وصايبت داك الشي وقديت داك الشي داك الشي اللي باش غنغسل غسلت بيه، وداك الشي باش غنفسخ حوايجي فسخت بيه حوايجي. قلت راه الأمور تقادات. صافي كملت قرايتي. قالت لي أمي شوفي اختك إلا حداك ما تيقيش فيها. قالت لي شوفي عمتك اش كنتي كديري معاها، شوفي هي اشنو كانت كدير معاك، وسريه غير انا وامي ما في خبر حتى شي واحد، حتى اختي الصغيره ما قلناهاش ليها. ايوا مشاو الايام وجاو الايام ونجحت العام الثاني والعام الثالث، وبقى داك السر بيني وبين امي. ما عمرنا قلنا ليها شي حاجه، كتجي عندنا وكنمشيو عندنا ما عمرنا قلنا ليها شي حاجه وما عمرنا بينا ليها شي حاجه. المهم حنا كنا راضيين مع البال وصافي. المهم ديما دايره بالي مع عمتي لا دير ليا شي حاجه، واخا مشيت عند الفقيه قال لي راه ثقافات، ومشينا عند الشوافه قالت لي الثقافات، انا لا بالي دايره فيه راه عمتي باغيه تسطيني، عمتي باغيه تحمقني. عمتي كنقول بغات تنتقم من امي ولا بغات تنتقم من با، المهم شي حاجه بغات تسطيني وصافي. انا هذاك الشيء اللي دايره في مخي عمتي باغيه تسطيني. حتى لواحد النهار واحد العائله تلاقات مع با، قالوا ليه راه غادي نجيو نخطبوا بنتك. والناس ملي جاو رحبنا بهم، حنا كنا اصلا وجدنا الحلوى وجدنا كل شيء، حيت كانوا الناس علموا با من قبل. قالوا لي راه غادي نجيو نخطبوا بنتك، ما قالوا ليش سميها فلانه ولا فلانه ولا، قالوا لي غادي نجيو نخطبوا بنتك. فاش جاو الناس رحبنا بهم وجدنا كل شيء، لحقوا وطريقوا، تاكلاو الناس وشربوا. قالوا ليه بنتك فلانه. هما جاو يخطبوا اختي الصغيره، وديك الساعه قالت طن في راسنا انا وامي. قلنا داك العام اللي دارت لينا عمتي، يعني انا ما عمرني غادي نشوف الراجل. امي زغرتات ودوزنا العرس ديال اختي. انا كرهت راسي لدرجه العرس ديال اختي وكنبكي فيه. انا تفكرت عمتي شنو دارت ليا. وحتى ملي داز العرس جلسنا انا وامي، كنقول لها امي هنا بقيت لك، والله لا باقي يسول فيا شي حد، انا راه عمتي تقفاتني. قالت لي امي بنيتي نوضيك ملي قريتك وغتزوجي وغادي تبني حياتك، راه داكشي راه فوسخناه. ايوا خلاتنا عمتي ولينا بحال شي مسطيات انا وامي، ولينا انا وامي ما خليناش شوافات، ما خلينا فقها. ومن داك العام فاش تزوجات اختي ولينا انا وامي بحال شي مسطيات. مشينا عند هاد الشوافه نساليو من عندها، نمشيو عند هاد الفقيه نساليو منه، ونمشيو عند هاد ونساليو من عندها يوميا، يا اما عند الشوافه يا اما عند الفقيه. والو داكشي اللي مديون وليت انا مركزه عليه. انا مسحوره، واخا كنمشي عند الشوافه كيقول لي راه ما عندك والو، راه داكشي اللي كان عندك تفسخ وبطل. كنمشي عند الفقهاء كيقول لي راه ما عندك والو، راه داكشي اللي كان عندك راه تفسخ وبطل. انا وليت مركزه انني مسحوره، حتى شي واحد ما غايش يحيدها ليا من طونطون دراسي. انا كنحس براسي راه باقي شي حاجه كاينه، لان شت بعيني. وباش بغات تكمل 100 فاش جاو الخطاب لختي، انا ما جا حتى شي واحد يدق عليا باب دارنا. تخيلوا يدخل بنادم ويجي يخطب اختك الصغيره وانتي كاينه في الدار كبيره، باش غادي تحسي. وتما تاكدت بان هذاك السحر ما تحيدش. غاديين الايام جايين الايام، حتى لواحد النهار عيطات عليا واحد صاحبتي قالت لي راه عندي الخطبه. وملي مشيت لداك العرس ديال صاحبتي ما نقول لكمش كي داير. العرس د صاحبتي والزغاريت والناس ناشطين شطحوا وردحوا وضحكوا، وانا جالسه كنبكي. انا ما كنتحكمش في راسي باش نحبس داك البكا، وليت كنبكي كنتفكر عمتي شنو دارت ليا. انا مالي علاش ما نفرح بحالي بحال البنات، حتى انا بغيت نتزوج، انا ما ضريتش عمتي. الا كانت شي عداوه بينها وبين امي ما عرفت. امي كتقول لي عمتك ما كتحملنيش عند الله. من تما وليت ما كنحملش نمشي للعراس، كيوليو كيعرضوا عليا الناس وما كنمشيش للعراس. الا كنت دايزه وبان ليا شي فرح ولا شي مناسبه كنبدا نبكي وما كنتحكمش في دموعي. تخيلوا الا هزيت التليكوموند وخدمت التلفازه وبان ليا شي عرس ولا شي فرح في التلفازه كنبدا نبكي. يعني شوف عمتي فين وصلتني وانا ما درت ليها والو، انا كون غير عقرتها ولا درت ليها شي حاجه. تخيلوا الناس يوليو فرحانين في شي مناسبه ولا شي عيد ولا شي حاجه ولا شي فرح، انا كنشبع غير بكا. ما قادراش نقولها لبا. امي مسكينه الجهد اللي عندها راه دارته معايا. انا وليت كنقول الله يحسن العوان الوالده مسكينه. انا صافي وليت دخلت في مرحله الاكتئاب، وليت كنقول عمتي سدات لي حياتي. وحتى من الخدمه كنقول الخدمه ما نخدمهاش، ملي يلاه كنكون خدامه في شي اداره ولا كنكون يلاه بديت كطرى شي حاجه وكنحبس بحال التابعه الله يحفظ. واحد النهار قالت لي الوالده راه كاينه واحد السيده عندها البركه في المدينه الفلانيه، قالت لي غادي نقولوا لباك غادي نباتوا عند خالتك. صافي داكشي اللي كاين قالتها لبا، قالت لي راه غادي نمشي عند اختي غادي نبات فيه.
داكشي اللي درنا فيقنا في الصباح، قلنا غادي نمشيو نقضيو الغرض وندوزو نباتو عند خالتي. وملي كنا غاديين في الطريق نقول لكمش اشنو طرا لينا أنا وأمي. إلا حبست أنا البكية تبكي أمي، إلا حبست أمي البكية نبكي أنا. المهم عمتي دارت فينا حالة، وديما كنجلس كنقول لأمي عاودي ليا العداوة اللي كانت بينك وبين عمتي، يعني عاودي ليا شنو درتي في عمتي اللي خلاها تأذيني حتى لهاد الدرجة. لدرجة أمي واحد النهار هزات المصحف كتدعي وتقول الله يعطيني ويعطيني ويعطيني إلا ما ضريتش عمتك، باش تنوض ضرك لهاد الدرجة. النهار اللي جابني باك جابني عند جدك وجديك كانوا داروا ليا بحال الماء القليل، ولكن عمتك كون صابت تعطي ليا السم. حتى ملي تعزلنا ويعني وما بقيناش عايشين معاهم، عمتك بقات هازه معايا ديك العداوه. حتى ولاو الدراري كيكبروا واحد شويه عاد ولات كتعطي ليا ديك الابتسامه الصفراء. انا كنت كنقول مربنا كبرنا في السن وعمتك نعلات الشيطان. انا زعما ديك العداوه ديال الصغر مال عمتك حتى نضات دارت فيك هاد الحاله، ما ضريتها، ما درت فيها شي حاجه خايبه، ما اذيتها، غير هي من راسها لراسها. والمهم تكت امي ما ضرتش عمتي بحتى شي حاجه. يعني هاد عمتي مريضة هكاك في سبيل الله، يعني باش كتضر بنادم. وحتى من بناتها راه تزوجوا، واختي تزوجات، وبنات الجيران تزوجوا، وبقيت انا بوحدي ما تزوجش، لا خدمه لا الزواج، بقيت بايره. لدرجه ملي كنمشيو عند شي فقهاء شي كيقول لك راه تخطيتي شي حاجه، شي كيقول لك هاد الشيء قديم، شي كيقول لك ما عندك والو. مشينا عند النصابه ما خلينا فين مشينا، حتى لهاد السيده اللي جيت نحكي لكم عليها هاد القصه. الناس نعتوا لينا واحد السيده قالوا لنا سيروا عند الشريفه الفلان فلانيه، هاد السيده معطي ليها واحد البركه فكدير هاد الشيء في سبيل الله، وساكنه في المدينه بعيده على المدينه فين ساكنين حنا. مشينا انا وامي عند هذيك الشريفه، قلنا لبا غادي نباتو عند خالتي. عاد دخلت طاح عليا واحد الغيم، ما كرهت نعنقها ونبدا نشكي. انا ما بقيتش باغيه الزواج، انا وليت باغيه غير نخدم، حيت كنشوف راسي قريت حتى عييت حتى الخدمه ما خدمت. ولقينا عند السيده عامر بالناس، يعني ملي سالات من الناس وهي الدور عندي، قالت لي ما كاين باس علاش جيتوا لعندي. قالت لها امي مقصود الله وقاصدينك. قالت لينا اش كاين، وحنا ما كذبنا عليها حتى شي حاجه، وبدينا كنعاودوا ليها من طقطق حتى السلام عليكم باش تفكني. قلت لها امي قولي ليها الصراحه. قالت لها عمتها يعني فاش جيت للدار كنا صغار، وشيخي وعكوزتي كانوا كيديروا لي بحال الماء القليل، ووليدتي كون لقات السم تعطيه ليا، يعني العقل ديال الصغور. العداوه راه كانت من صغرنا، غير هي اللي دارت فيها عداوه، اما انا ما كاينه حتى شي حاجه بيني وبينها، يعني داكشي ديال صغري نسيتو، وانا ما كانت حتى شي عداوه من جهتي. يعني هاد السيده لدرجه حقده عليا حتى تأذي ليا بنتي. وفاش مشات عندها بنتي كتبات عندها فاش كانت كتقرا في ديك المدينه فين ساكنه عمتها، فبنتي لقات واحد القنبه معقوده 4 د العقدات في المخده علاش كتنعس، وديك العقدات اللي كاينين في ديك القنبه راه ميتين، وما فكناهم غير ب 66 كشيفه. ولقات واحد الورقه ملوي عليها الشكوتش، وديك الورقه راه حجاب. فحليت واحد الطاسه درت فيها الملحه ودرت فيها داكشي ديال التفوسيقه ودرت فيها ديك القنبه ملي حليتها، ودرت فيها ديك الورقه اللي مكتوبه بالطلاميس. جاوبات الشريفه قالت لها ما كانش عليكم ديروا هذا الشيء كامل، كان عليكم النهار الاول تجيبوا لي هذا الشيء. قالت لها امي حنا يلا سمعنا عليك، ما خلينا فين مشينا، راه مشينا لبلاد فلان فلانيه، مشينا لهنا لفلان فلاني، ما خلينا فين مشينا، يلا سمعنا عليك والناس اللي نعتوا لينا هاد البلاصه فين كاينه. فقالت لي هذيك الشريفه راه دارت ليها الثقاف، قالت لها بصح راه تزوجات اختها الصغيره، تزوجوا البنات وتزوجوا بناتها حتى هي وتزوجوا كاع الناس، وبقات هي بوحدها، وحتى الخدمه ما كتقفرها فيها، فين ما مشات كتخدم ديك السيمانه ولا 4 ايام، ولا بدا ما كيطرى ليها شي حاجه وكتحبس من ديك الخدمه. نطقات السيده قالت لها بنتك وصلت كدا و30 وما كانش اللي قال لها حتى شحال في الساعه، باقيه بنت دارهم. وليت انا كنقول لكم غير قال لي شي واحد نتصاحبوا انا وياك نقول راه تحيد داك الشيء. مع العلم انا راه زوينه وعاطيه العين، كل يومين 3 ايام كنمشي للصالون كنصايب الشعر ونقيه، وديما كنمشي للحمام وبيضه والشهبه، ولكن ما كاين كيقول لي شحال في الساعه. راه قلت لكم لدرجه كون كاين شي حد قال لي نتصاحبوا غنقول داك الشيء راه تفوسخ. وحتى في الخدمه حتى هي فين ما كنمشي كندفع الدوسي والو ما كاينش، الا جاب الله ما كنفوتش ديك السيمانه، الا كثرت السيمانه وكنحبس. يعني حتى من الخدمه معكسه ليا. ديك الشريفه قالت لي حلك كاين عندي وما غتخرجي من هنا ان شاء الله حتى نقيك من داك السحر.
قلت لها: "واش بصح واش تقدري زعما على هاد الشي تحيديه؟" قالت لي: "حيت نتوما عاودتوا ليا كلشي غادي نقدر." قالت لينا: "إلا كنتو مخبيين شي حاجة أخرى قولوها ليا باش نقدر يعني نفسخ هداك الشي وحتى نقول لكم اشنو تقدروا ديروا." قلنا ليها: "ما مخبيين عليك والو." وحتى من العمة راه ما قلناهاش ليها باش ما تنوضش تبقى تخدم لينا، دير ما كتر. قالت لينا: "مزيان." وحتى السيدة قالت لينا: "مزيان ملي درتو هكا." وحنايا باقيين كندويو معاها. قالت لينا: "شوفوا هاد الشي اللي غادي ندير لكم غادي يبقى السر هنا، وهاد الشي راه ما كنديروش بالفلوس." قالت ليها الوالده: "راه حنا عارفينك راه ما كدير لا خيوبه ما كضري الناس ما والو، داكشي علاش جينا عندك." المهم ديك الشريفه نوضاتني ودخلاتني واحد البيت، وداك البيت فيه الحمام بلدي، وحتى داك الحمام على من زيناتو، حتى داك الكراسه اللي فيه على من زيناتهم. السيده خدمات ليا البخور وجبدات 5 الصابونيات ما عرفتهمش، يعني ديك الصابونيات اشنو دارت فيهم، يعني انا ما عرفت هادوك الصابونيات باش معمولين ولا فين كانوا ولا الله اعلم. والسيده كتوشوش ما عرفت شنو كتقول، واش كتقرا في القران ولا كتقرا شي حاجه ولا الله اعلم. المهم السيده عومتني وبخرتني انا براسي دخت. يعني السيده ما عطاتليش التفاصيل داكشي اللي كدير، هي كدير وهي في الصمت، كنشوف غير شنالفها كيتحركوا. هاد القصه انا كنعاودها للعبره، الا غتهز انت فيها شي سلبيات وتبقى تضرب بها الناس اخرين تهز انت على تقليدك. هاد الشي اللي كنقول لكم في القصص كاملين في القناه للعبره، يعني القصه ملي كنحكيها لكم راه كنحكيها كما هي بسلبياتها بزوينها كلشي كنعاودو، يعني للعبره البنات يديروا اتانسيو ويردوا البال. هاد القصص اللي كنعاود لكم انا على لساني للعبره، يعني بغيتي تاخذ شي حاجه زوينه من القصه خذها، حاجه سلبيه دير اتانسيو، ولا خديتي شي حاجه ضريتي بها اخوك المسلم بينك وبين اللي خلقك. انا ما ناخذ تقليد حتى شي واحد، هاد الشي اللي كنعاود لكم للعبره. والمهم ملي فسختني السيده قالت لي: "سيري باتي حتى الغد ورجعي عندي." يعني داكشي اللي دارت ليا راه حتى امي دارتو ليها، حتى هي راه دخلتها معايا للحمام ودوشات ليها وفسختها وبخرتها، يعني داكشي اللي دارت ليا دارتو له حتى الوالده. قالت لي: "غادي تمشيو حتى لغدا ان شاء الله وغادي ترجعوا عندي نكمل لكم الخدمه وسيروا بحالاتكم." وقالت لي: "هادشي اللي درت معكم يبقى هنا، هادشي الا خرجتو من هنا وعاودتوه لشي حد راه بحال ما درتو والو." قلنا ليها: "لا لا 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 ما غنعاودو لحتى شي حد، وسيرك في بير وهاد السر راه يبقى بيناتنا." والمهم الغد فاش رجعت عند السيده هاد الحوايج اللي بغيت نقولهم لكم الا غادي ديروهم غادي تاخذوا فيهم الاجر. قالت لي: "غادي تجيبي الريحه اللي كديريها يوميا." قلت لها: "راه تقريبا تقاضى ليا." قالت لي: "غير جيبيها ليا وجي عندي الغد." يعني مشينا بدنا في لوطيل. الغد هزيت الريحه ديالتي وديتها للشريفه، وهذيك الشريفه ملي شدات من عندي الريحه حلاتها وقرات عليها سوره النصر، وانا راه عارفه القران وعارفه الايات. والسيده ملي بدات كتقرا وعرفت واش سوره النصر، يعني قرات عليها سوره النصر. والشريفه راه قراتها بصوت عالي، وشدات الوراق الغار اللي سميتهم وراق سيدنا موسى، وجبدات ثلاثه. قالت لي: "بنيتي بغيتي الخدمه انت اللي غادي تكتبيها بيدك." قالت لي: "شوفي بنيتي بغيتي الزواج كتبيه، بغيتي الصحه كتبيه، بغيتي الخدمه كتبيها، اي حاجه كترجيها يعني بغيتيها كتبيها في هذوك ثلاثه د الوراق، يعني كل ورقه تكون مختصه بشي حاجه: الزواج الخدمه الصحه." قالت لي: "هاد ثلاثه د الوراق د الغار يبقاو عندك في بزامه كيكون حمر." يعني الليله د البارح فسخاتني وغسلاتني وصايبات ليا كلشي وصيفطاتني حتى الليله د اليوم عاوتاني خدمات معايا الاوراق د الغار، يعني ثلاثه. قالت لي: "كتبي فيهم داكشي اللي كتمناي مضروره في صحتك، الزواج الخدمه كتبيهم في دوك الوراق الغار وديريهم عندك في البزام يكون حمر. البنات اللي ما عندهاش البزام حمر شريه ليك وديريه عندك في الصاك." يعني دوك الاوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى خدمت ليا فيهم القبول باش نتزوج. وحتى الخيط الحمر ديال الصوفه خداتو وقرات عليه سوره النصر. قالت لي: "شوفي داك الخيط الاحمر ما تحيديش، لو جاوك الخطاب خطبوك ما تحيديش." قالت لي: "حتى الا مشيتي للحمام ما تحيديش." لدرجه السيده راه ماشي عقداتو ليا راه كواتو باش ما يتحلش، وقالت لي: "هذا يبقى عندك ما عمرك تحيديه في يدك." قالت لي: "لا طاح لك رجع عندي نعطي لك واحد اخر." ما عرفناش شنو دارت فيه غير الايه اللي قرات عليه قدامنا هي سوره النصر. يعني القبول دارتو ليا في الريحه، دارتو اوراق الغار وفي الخيط الصوفه حمر. قالت لي: "شوفي راه ما يمكنش لي انا نكتب لك في هاد الاوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى اللي كنقولوا حنا، ما يمكنش لي انا نكتب لك فيهم وانت عارفه شنو بغيتي وعارفه انت شنو ناويه في خاطرك، خودي وكتبي بيدك وديريهم
وديريهم عندك في البزه حمراء. قالت لي شوفي بنتي، الريحه لا تقاضت لك، بغيتي تقراي عليها انت سوره النصر قرايها عليها، بغيتي ترجعي عندي نجدد لك كلشي من جديد رجعي عندي. في حاله الا طاح لك الخيط ولا تقاضت لك الريحه ولا طاحوا لك دوك الوراق الغار، في حاله لا يعني شي حاجه من هادو خصاتك، رجعي عندي نجدد لك كلشي من جديد. الا انت عارفه الطريقه باش غتصايبيهم، صايبيهم يعني وراق الغار تكتبيهم انت ما يكونوش مهرسين، يعني ولو تكون مهرسه غير شويه من الجب لا، يعني الورقه تكون صاينه ومقاده. والريحه حتى هي فيما تشوفيها قريبه تكمل لك خدي الريحه وقراي عليها سوره النص. والخيط حتى هو ما خاصوش يطيح لك، يبقى ديما في يدك. شنو قالت لي الشريفه؟ قالت لي الا كانت نيتك انت خايبه ولا كنتي شريره ولا ما كنتيش مزيانه ولا كتبغي الحاجه الخايبه الناس، يعني ما كتبغيش ليهم الخير، راه سبحان الله دوك الاوراق الغار راه كيتهرسوا لك في البزدام، يعني ديك الاوراق الغار ما كيتسخروش ليك. قالت لي اللي كتاخذ هذيك الورقات الغار كتكتبها كديرها عندها في البزدام حمر كتبقى صاينه، كتعرفي ديك السيده راه مزيانه، يعني نيتها صافيه وانسانه معقوله وكتبغي الخير للناس. قلت لها لا الشريفه فيما غيطيح ليا الخيط ولا غنجدد الريحه ولا اوراق الغار غادي نرجع عندك وعمرني غادي ننسى خيرك. وقالت لي سيره بنيتي الله يسهل لك الامورك. وهذيك السيده راه بزز باش خدات واحد البركه من عندنا، ما نكذبش عليكم ملي خرجنا من عند هذيك السيده رجعنا انا وامي فرحانين. وهذاك الخيط الاحمر غير جالسه وكنطبوزا به، ولا داك البكا اللي كان فيا من قبل ما بقاش كما كان، ولينا انا وامي غير كنضحكوا ناشطين وخالقين السعاده. انت من قبل غير تقولي لي على من زينتك ولا زوينه ولا هذه اللبسه زوينه اللي لابسه ولا هذه الحاجه زوينه فيك ولا شعرك زوين، كنولي كنبكي. دابا لا، انا وامي خالقين السعاده وضاحكين وناشطين. وديك الريحه وليت غير كنرش كل ساعه، قلت لامي كون قالتها ليا من قبل كون خديت جوج قرايد الريحه وديتهم ليها تقرا ليا عليهم. قالت لي يا امي غير رشه بنتي على راسك وتفجي ليا مع راسك، راه مره اخرى غادي نرجعوا عندها، غادي نديو ليها الحلاوه ديالها ونديو لها داكشي اللي غادي يتقاد لك عاوتاني ديال القبول. قلت لها امي المهم غادي نبدا بالخدمه ونشوف. وقت في الصباح هزيت الدوسي ديالي دفعته، رجعت الغد اللي صيفطو ليا وسهل الله في الخدمه. وديك الشركه اللي قبلاتني ملي قالوا لي راه قبلاتك هذيك الشركه عيطات عليك جيت تخدمي، ما قداتني فرحه، الشركه كبيره. وانا فرحت الماندا الاولى الثانيه الثالثه، قلت لها امي خصنا نمشيو عند الحاجه، نمشيو نديو لها واحد البركه، وبغيتها تجدد ليا كلشي. ديت ليا الريحه وديت لي وحده للحاجه، قالت لي امي حتى انا دي ليها الريحه ديالتي تقرا ليا عليها. حتى انا تقاد ليا الخيط، قلت لها امي شنو بغيتي مازال انت ربي عندك وكلشي متيسر لك وكلشي بخير وعلى خير، شنو بغيتي مازال؟ قالت لي لا لا، قالت لي لا لا لا، حتى انا تصايب ليا الخيط وتصايب ليا الريحه. قالت لي الوالده ونديو لختك حتى هي والبنات اللي عندهم نفس المشكل بحال ديال ولا اكثر من ديالي كنصيفطهم لهذيك السيده، كنقول لهم انا مشيت عند واحد فلانه راه اللي عطيتي ليها هي ما كتقولش بالارقام، يعني البركه اللي عطيتي ليها كتقبل بها، سيروا عندها تفك لكم مشكل. الحمد لله يعني ديك السيده وليت كنمشي عندها كنتقدى لدارنا وكنتقدى حتى لديك السيده، انا ولاو عندي جوج الامهات. صافي هاد الشركه ضربت معها تقريبا واحد عام، ولاو صيفطوني لواحد الشركه في ميريكان، يعني راه نفس الشركه غير هي عندها واحد الفرع في ميريكان. وليت كنجيب الكادوات لامي والعائله وحتى لديك السيده، وديك السيده ما عمرني نسيت خيرها. يعني فيما كندخل المغرب كنمشي عند ديك السيده كنقول لها راه جينا نتغداو عندك ولا جينا نباتوا عندك ولا جينا نضلوا عندك، يعني كنحسبوها وحده من العائله، يعني من غير ما تصايب لينا حتى حاجه، يعني بلا ما تجدد لينا لا خدمه لا والو، كنمشيو عندها هكا في سبيل الله وكنحسبها بحال امي. وما عمرني نسيت الخير ديال هذيك السيده. بقيت كنعاود ليها قلت لها بغيت نعرف عمتي، قالت لي شوفي بنتي خليها منها الله، قالت لي دابا تفرجي فيها. بالحق عمتي شغلها ربي في المرض القبيح، خرج لها في بزازلها وباقي كتعالجي حدي الان، الله يسترنا ويستركم. يعني جاها مرض اخر تاني ولات ما كتفرقش على الميكا ديال الدواء من حداها. وليت كنقول لامي وحتى ديك السيده كنقول لها شتو عمتي شنو طرا ليها؟ قالت لي هذيك السيده شتي ربي بغاك راه بين لك الحق في الدنيا قبل الاخره، قال لك شوفي في هنا بعينك شوفي كل شيء يعني في الدنيا ما خلاكش حتى الاخره، بعدا انت ما انتقمتيش منها في هنا في الدنيا، يعني خليتيها منها المولانه، فربي شوف شنو دار ليها وفرجك فيها. الحمد لله انا خدمت وسهل عليا الله وتلاقيت واحد السيد نصراني ومسلم، الحمد لله عارف بينه وبين الله وكيصلي كيصوم وسلم، الحمد لله والشكر لله. والسيد عارف العربيه، وهذا السيد راه تلاقيت معاه في الخدمه، قال لي بغيت نتزوج بك، قلت ليه شوف
فانا واخا خدامه هنا انا غادي نرجع للمغرب غنعيش فيه حدا امي وحدا با، ما نقدرش نفرط فيهم. قال لي شوفي، حنا خدامين هنا وخدامين في المغرب، وانتيا فين ما مشيتي انا معاك. والسيد تا قاده ديالتي في العمر، وانا ما تزوجش حتى عندي 41 عام. يعني وصلت لواحد السن اللي قلت ما عمرني غنتزوج. وهذاك السيد باقي الان معايا، وولدت معاه وليداتي. فين ما مشينا كنمشيو بجوج، جينا للمغرب كنجيو بجوج، مشينا للميريكان كنمشيو بجوج. وما عمرني غادي ننسى الخير ديال ديك الشريفه. هذيك السيده دارت كلشي غير في سبيل الله بدون مقابل. لا عطالك الله البركه وتقدر تداوي الناس من المرض يعني والسحر بحال هذا الشيء، داوي في سبيل الله بدون مقابل. وكاينين بزاف ديال الناس مساكن اللي مخطين شي حاجه ماشي ديالتهم كاع، وكيعانيو من الخدمه وكيعانيو من الزواج وكيعانيو من بزاف ديال الحوايج. يعني داك الشيء واخا ماشي ديالهم، يقدر يدير شي حاجه في سبيل الله يديرها. هذيك القضيه ديال الخيط وديال الريحه وديال الاوراق الغار ديريهم الا عندك شي غرض في البنكه ولا في شي اداره ولا في المحكمه، ولا المهم ديري ديك الريحه وديري داك الخيط حتى هو عندكم بيعوا شي، ولا بغيتو تبيعوا شي حاجه ما بغاش تبيع لكم، ولا بغيتو تبيعوا شي ارض ما بغاش تبيع لكم، اللي جا حتى شافها وكيرجع على الدار، اي حاجه السياره اي حاجه ديروا هاد الصوره خفان وديروا. المهم سيدي ربي غيتسر كلشي بلا ما تدخلوا راسكم القضيه ديال التشعويد ولا تمرضوا راسكم. لا، يعني هاد الشيء راه غير القران، سوره الناس راه كاينه في القران، غتقرا ما يتسر من القران ويجيب الله التيسير. هذه هي قصتي وبغيتها تكون لكم عبرة. كانت هذه هي القصة اليوم، الله العبرة. أنا شخصيا فاطمة خديت العبرة من هذه القصة، حيت بزاف الأمور أنا شخصيا ما كنعرفهمش، ولكن ملي كنعاود لكم القصص وكنلاحظ بزاف ديال القصص وبزاف ديال الناس داكشي اللي كيحكيو كناخذ العبرة من هذه القصص. وحتى نتوما بغيتكم تاخذوا العبرة من هذه القصص، يعني الثقة ما بقاش في هذا الزمان، واللي بغى يعاود قصته يا إما الله العبرة يا إما عنده شي مشكل ولا غتهبط الاول تعليق غتلقى فيه اللين الانستغرام، غتبرك عليه غيديك الانستغرام، ولا ما عرفتيش الطريقه غادي تدخل الانستغرام غادي دير علمو فاطمه، غيطلع لك البروفي نفس اليوتيوب، غتدخل وغتخلي ليا الفيديو او صوتك مسرد فيه القصه، انا غنحكيها على لساني ونشاركها معكم في القناه. يلا غنقول لكم بالسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقى معكم.